قرر فوزي لقجعي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالاتفاق مع الطاقم التقني للمنتخب الوطني الحفاظ على أمين حارث لاعب الأسود بلائحة المنح المخصصة للاعب المنتخب بمونديال قطر. وأكدت مصادر جامعية خاصة لام سبورت 1.ma أنه رغم ابتعاد حارث عن المشاركة في مونديال قطر إلا أن الجامعة قررت الاحتفاظ باسمه ضمن لائحة المنح، إذ سيحصل الدولي المغربي على جميع المستحقات المالية التي سيضمنها الأسود خلال مشاركتهم في مونديال قطر، بما في ذلك مصروف الجيب. وحرمت الإصابة الدولي المغربي من المشاركة في مونديال قطر 2022، إذ أصيب في الرباط الصليبي لركبته ما يهدد بنهاية موسمه الرياضي، غير أن ذلك لن يمنعه من الحصول على المنح المخصصة للأسود في المونديال. وطلب لقجع من حارث الحضور رفقة والده لمونديال قطر، إذ ستتحمل الجامعة مصاريف إقامة اللاعب ووالده رفقة بعثة الأسود بقطر 2022، ليكون ضمن بعثة المنتخب الوطني للتخفيف من أزمته النفسية التي يعاني منها بعد الإصابة التي تعرض لها في الدوري الفرنسي أمس الأحد.